بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القناصات الموجهة لقتل المهدي من فنادق مكة. موضوع القناصات الموجهة نحو الكعبة المكرمة والموجودة في الفنادق الأبراج الكبيرة المحيطة بمكة المكرمة، ما موضوعها؟ لقد ذكر الكثير بأن الفنادق التي أسسوها آل سعود حول الكعبة الشريفة هدفها إيجاد غرف خاصة للقناصين بأسلحتهم القناصة الموجهة إلى الكعبة لقتل الإمام المهدي عليه السلام عند ظهوره. وهذا الموضوع يتكلم فيه الكثير في أروقة مكة المكرمة وفي تلك الفنادق، وقد شاهدوا هذه القناصات الذين زاروا هذه الفنادق وسكنوا فيها وشاهدوا أطقما خاصة من المسلحين الذين شغلهم الشاغل مراقبة الكعبة وتلقي الأوامر المفاجئة والطارئة لقتل الإمام المهدي عليه السلام الذي سوف يظهر في داخل الكعبة الشريفة. فإذا الهدف من إنشاء هذه الفنادق العالية حول مكة بحيث أنهم خنقوا الكعبة الشريفة، الهدف الأساس منها هو إيجاد غرف العمليات الخاصة الإسرائيلية والغربية ونعم الداعشية، كلها غرف مظلمة خاصة لعمليات القضاء واغتيال إمام الكون المهدي عليه السلام. فإذا هذه الأمور التي طرحوها منذ عشرات السنين حول هذه الفنادق والهدف من إنشائها هي حقيقية، وقد شاهدوا هذه القناصات وأصحاب الفنادق يتكلمون مع الزوار بأنه توجد أطقم خاصة للعمليات العسكرية موجودة في هذه الغرف في تلك الفنادق المشهورة، ويعددوا أسماءها لي، منها بولمان زمزم وسويس أوتيل ونوفينيل مكة وفندق مكة وفندق أنجم مكة وأبراج مكة وفندق إيلاف وشيراتون مكة. كل هذه الفنادق الخدم في هذه الفنادق الذين يديرون يقولون فيها غرف خاصة وأطقم خاصة من الرجال القناصة الذين يتداورون النظام والانتظام في هذه الفنادق في هذه الغرف بالقناصاتهم الأمريكية، والهدف منها قتل الإمام المهدي عليه السلام. وقد ورد في الحديث الشريف عن عن النبي الأكرم، وذكره الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهم، بأنه يطل الإمام المهدي على البشرية في داخل مكة المكرمة معه 313 شخصا، ويعلنون ظهور المنقذ المهدي فيقضي على كل القوى السلفية والاستكبارية والأحبارية فناء كاملا. إنه النصر الإلهي.
والسلام عليكم.